بمساهمات الخيرين من ذوي البر والإحسان وتضافر جهود كل العاملين، تمكنت أخيرا جمعية أنت الخير ببلدية الشريعة أن تجسد مشروع اقتناء سيارة الإسعاف الذي كان حلما ليكون حقيقة. هذه السيارة ستدخل حيز الخدمة بداية من الأسبوع القادم، أين ستعمل حسب القائمين على جمعية أنت الخير على نقل الجنائز ومرضى السرطان وذوي الإعاقات المختلفة إلى مختلف المستشفيات والعيادات الطبية المنتشرة عبر الوطن، أين ستسخر الجمعية فريقا طبيا وشبه طبيا للسهر على تجسيد برنامج عمل هذه السيارة. يقول السيد نبيل مالك رئيس جمعية أنت الخير ببلدية شريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة تاع الإسعاف بدأت منذ 3 أشهر مدينة الشريعة بمساهمة الخيرين والناس اللي قدرت أنها تعاون من أهل الشريعة الكرام. جمعية أهل أنت الخير أكيد اللي قلنا بدينا 3 شهور بدينا الفكرة هذه لما لقينا إسعاف ملاحة وهي أصل موجدة الإسعاف، يعني كنت في مزاد علني شريناها والحمد لله في تنظيفها خلاص. اليوم راهي حاضرة هنا بإذن الله. أنا قلت الأسبوع هذا تدخل قيد العمل. مرحبا بكم. راح نحطوا أرقام تاع المنسقين تاعها لأنه راح يكون سجل كل عملية منظمة كما هكا بإذن الله سميع العليم. أيضا تفهمنا مع فريق طبي متكامل، يعني كاين دي ميدسا وكاين دي زانفيرمي اللي راهم حاضرين معنا واللي قالوا نخدموا بالتنسيق معاكم. إسعاف بيان سور موجهتها الجمعية حتكون موجهة أولا الجنائز هذه مفروغ منها ومرضى السرطان، وكاين ربما توقع حالات هكا وين ندوا البيوت العجزة، وكاين حتى المتخلفين هذوك ذهنيين ندوهم العنابة. يعني نشكر الجميع اللي شاركنا حتى ولو بالدعاء بكلمة أي حاجة بارك الله فيه. مبادرة توفير سيارة إسعاف لخدمة المرضى الفقراء والمحرومين وذوي الحالات الاجتماعية المزرية والإعاقات المختلفة خلف انطباعا حسنا لدى كافة أطياف المجتمع الشريعي، مثل ما تؤكده هذه الصور الصوتية التي رصدناها. أصحاب الخير رم تعاونوا قاموا شعبا وعلى بمختلف أطيافه، كل شارك بما يستطيع، وكان حتى اللي شارك بالكلمة وبالدعاء حتى تحقق هذا الحلم في شراء سيارة إسعاف ما شاء الله لنقل المرضى وبالأخص المحتاجين والمعوزين والفقراء. المبادرة مبادرة طيبة، لهم جزيل الشكر.